عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض صينيه جلاش سهله وسريعه باللحمه المفرومه ومقرمشه وطعمها تحفه. معايا بصلتين هفرمهم في الكبه بتاعتي، وبعد ما افرم البصل هجيب حله بتاعتي وانزل فيها بزيت. انزلي بالماده الدهنيه اللي انت عايزاها، وبعد ما انزل بالزيت هنزل عليه بالبصل واديله كده تشويه لحد كده ما يدبل كده ويحمر شويه. وهنا وانا بحمر البصلايه عندي السمنه بتاعتي موجوده في التلاجة، فهطلعها احطها في طاسه واسيحها على النار. خلاص كده السمنه بتاعتي ساحت، ارجع بقى تاني للبصلايه اديها كده تقليبه كده حلوه مع بعض. وبعد كده هنزل على البصلايه. عندي نص كيلو لحمه مفرومه في الفريزر، انا طلعته فك شويه بس ما كانش فك قوي، فهفضل بقى احط اللحمه المفرومه بتاعي على كل جنب شويه واقلبه، كل شويه واقلبه لحد ما اللحمه المفرومه بتاعتي تتفك تماما. وبعد كده هنزل على اللحمه المفرومه بتاعتي معلقتين صلصه، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي سهله جدا: ملح، جوز الطيب لو بتحبي تحطيها في الاكل، لو مش بتحبي تحطيها شيليها، وفلفل اسود. مش هنزل باكتر من كده، واديهم تقليبه واحط لها كوبايه ميه صغيره واديها تقليبه وسيبيها بقى تستوي مع نفسها. كده هتاكلي احلى عصاج في الدنيا. خلاص كده العصاج بتاعي خلص، السمنه بتاعتي خلاص سيحتها على النار. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها. انا عندي هنا صينيه وسط، هدهن الصينيه واحط ورقتين وادهن. شايفين كده؟ بعد ما دهنت الصينيه هنزل بقى بورقتين وادهنهم، حتى لو ورق منعكش، لو الورق اكبر شويه من الصينيه، كل ده تحت وكل ده بيتدارى، وهتطلع برضو الخرطه في الاخر حلوه ومهندمه وجميله جدا. هنزل بقى ما بين كل ورقتين بمسحه كده من السمنه. وبعد كده بعد ما نزلت ب6 ورقات بالظبط عشان يطلع معاكي مقرمش ومظبوط، بعد ما نزلت ب6 ورقات هحط العصاج بتاعي هفرده، وبعد كده هكمل تاني بقية طبقات الجلاش بتاعتي. ولما نلاقي الجناب كده منعكشه كده ندخلها كده ونزنقها كده في الجناب. وبرضه هننزل ما بين كل ورقتين برضه هندهن سمنه تاني، وننزل كل ورقتين هننزل ورقتين سمنه تاني، ونهندم كده الورق بتاعنا من الجناب. وبرضه انا هنا برضه نزلت ب6 ورقات من فوق، يبقى انا كده نزلت ب6 ورقات من تحت و6 ورقات من فوق. هدهن بقى الوش. عشان تعرفي تقسمي الورق بتاعك صح، قسميه بالطريقه اللي انا بقسمها بيها دي. هاتي السكينه وبعينك كده، عينك هي مسطرتك، هتقسمي الورق. وبعد كده هجيب الصينيه بتاعتي وهحط صبع يمين وصبع شمال، وفي النص ما بينهم السكينه هنزل. يبقى انا كده ماسكه الورقه من الجنبين، فالورق لا هيتزحلق، هيبقى الورق كده هيتقطع مظبوط. هعمل بقى كده الصينيه بتاعتي كلها، احط صبع يمين وصبع شمال واقطع الورقه. دي اسهل طريقه تقدري تقطعي بيها صينيه الجلاش بتاعتك. انا الصينيه بتاعتي الوسط دي بتاخد مقدار مج لبن وبيضتين، لكن البيضه بتاعتك لو اكبر شويه، لو كبيره، انزلي ببيضايه واحده وهنزل عليهم بملح وفلفل اسود. وبعد كده هنزل باللبن، وبعد ما انزل باللبن هرب البيضه مع اللبن مع الملح مع الفلفل الاسود في المج، اديهم كده تقليبه كده بالشوكه كده، واروح جايه واسقي بيها الصينيه بتاعتي كلها. وبعد كده هدخل الصينيه بتاعتي على الفرن. وادي يا حلوين الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن محمره وجميله ولونها ذهبي ويفتح النفس ومقرمشه وحلوه جدا. اشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، متنسوش اللايك والشير وادعولي من قلبكم بالخير. سلام.